مزيل العرق ومضاد التعرق او الديودرنتس والانتي بريسبايرين. وايه الفرق بينهم؟ الفرق بين مزيل العرق ومضاد التعرق زي الفرق بين القمر والشمس. مزيل العرق بيقلل ريحة العرق او يخليها اصلا انها ما تبقاش باينة، اما بالنسبة لمضاد التعرق فهو بيقلل من افراز العرق. عشان كده مزيل العرق بنستخدمه الصبح، اما مضاد التعرق بنستخدمه بالليل، لان في دراسات اثبتت ان افراز ريحة العرق بيبقى اكتر بالليل. اما بالنسبه لو انت عندك عرق غزير لدرجه ان انت جربت مضاد تعرق كتير جدا بس برضو ما نفعتش معاك، فدي حاله اسمها الهايبر هيدروزس. طب في الحاله دي احنا بنعمل ايه؟ في الحاله دي احنا بنتابع مع طبيب علشان بيخيرك بين يا اما عمليه جراحيه يا اما بيديك ادويه، بس للاسف الادويه دي بتبقى اثارها الجانبيه كتيره جدا، يا اما بتلجأ للبوتوكس تايب A ان انت تحقنه، وللاسف الحقن ده بيتم